إنكم قد بتعتم القتال، فإن كانت الشهادة فهيهلا للشهادة هيهلا. شهداء 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 كلنا شهداء كلنا شهداء شهداء شهداء. ونحن قد ارتدينا أكفاننا دفاعا عن دين الحبيب محمدا. ونحن قد ارتدينا الأكفان دفاعا عن دين الحبيب محمدا. فإن كانت الشهادة فنقول لها مرحبا بك يا شهادة مرحبا. نقول لأمهاتنا زفينا إلى الشهادة يا أمة، زفينا إلى الشهادة يا أمة، زفينا إلى الشهادة يا أمة. نحن الذين بايعوا محمدا. نعم الجهاد الجهاد حتى يطرد الأوغاد. نعم إنه الجهاد الجهاد حتى تسترد الحقوق. نعم إنه الجهاد الجهاد حتى يتحقق لنا المطلب الأساسي. هل تعلمون يا ثوار العشائر الأبطال، يا شرفاء أمة الحبيب محمد، هل انتهت عندنا المطالب؟ عندنا مطلب، مطلبنا أن يعدم المالكية أمام جموع الناس. مطلبنا أن يعدم وزير عدله أمام الناس. مطلبنا أن يعدم وزير دفاعه أمام الناس. باسم شرفاء، باسم شرفاء قبيلة الإدلام الباسلة، وباسم قبيلة الإدلام في مدينة تكريت الباسلة، وأنا واحد منهم، نعلن براءتنا من سعدون الدليمي العميل. والله إنه عميل كلب للمالكي. لست منا ولا نعرفك ولا تعرفنا أبدا. في أجانه تهبي وكيف يخشى من الأعداء صائلة. من جده أحمد الخير وراء البر. إن جدنا محمد، والله إن قائدنا محمد، والله إننا سنخرجكم عن بكرة أبيكم إلى قم وإلى طهران، ستعلمون. كما فعل إخوان 24 ساعة لقوات الجيش وقوات سوات الموجودة في محافظة صلاح الدين أن تخرج إلى خارج حدود المحافظة الخارجية، ولا تتعاون مع القوات القادمة من بغداد، وإلا فسيكون مصيرهم نفس مصير القوات التي تأتي من بغداد. انظرونا إلى قوات الجيش، مهمتكم حماية حدود المحافظة لا التواجد في قلب المحافظة. وكذلك القوات العميلة اللي اسمها سوات، نطلب منكم الخروج إلى خارج المحافظة، وإلا فحالكم نمحى. أتلو عليكم بيان اللجنة العليا المنظمة للتظاهر والاعتصام، وكذلك بيان ثوار العشائر الثائرة في هذه المحافظة الباسلة. حيوا شبابنا الأحرار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
رقم 43 باسم أهالي وعشائر صلاح الدين وباسم اللجنة العليا المنظمة للتظاهر والاعتصام السلمي والجمع الموحدة في هذه المحافظة الباسلة، وبعد أن مر على اعتصامنا وتظاهرنا قرابة 4 أشهر وبشكل سلمي ولم يجدي هذا نفعا، بل إن الحكومة الباطلة المجرمة زادت من سفك الدماء واعتدت عبر مجزرة صارخة على إخواننا في الفلوجة والنينوى والحويجة وسليمان بيك. فلذلك قررنا ما يلي: 1. نوجه جميع أهالي هذه المحافظة بكسر أي حظر للتجوال في حالة الحظر، وإن حظر التجوال هذا لا يصدر إلا من عملاء هذه الحكومة. ثانيا قرر عشائر وأهالي هذه المحافظة الباسلة التصدي لأي قوة قادمة من خارج المحافظة. كذلك قرروا التصدي لأي قوة متعاونة معهم بأي شكل من أشكال التعاون. ثالثا ندعو عشائرنا وشبابنا في هذه المحافظة الباسلة وفي سائر محافظة العراق إلى الدفاع عن النفس وعدم الامتثال لأي أمر صادر من حكومة المالكي العميلة أو من الحكومات المحلية العميلة التابعة لها. رابعا ندعو جميع عشائر المحافظة إلى التعاون فيما بينهم، وندعو جميع شبابنا إلى رص صفوفهم للدفاع عن هذه المناطق الباسلة. خامسا ندعو قوات الجيش والنعم والثلاث انعام من شباب العراق الابطال والعلم والثلاث انعام من شباب العراق الابطال. يوحنا هلتي عراقيا خلى العشر السوق المية. يوحنا هلتي عراقيا خلى العشر السوق المية. خامسا واخيرا ندعو قوات الجيش والشرطة الى الانضمام الى صفوف اخوانهم من ثوار العشائر وتسليم اسلحتهم او الخروج الى خارج حدود المحافظة، وخلاف ذلك فسيلقون ما لا يحمد عقباه. باسم اللجنة العليا المنظمة للتظاهر والاعتصام السلمي والجمعة الموحدة في مدينة تكريت الباسلة وباسم ثوار العشائر المنتفضة، والله أكبر والله أكبر والله أكبر الله أكبر يا دنيا الله أكبر يا دنيا الله أكبر يا دنيا الله أكبر يا دنيا. شلون سوى تتعادينا شلون سوى تتعادينا شلون سوى تتعادينا كل العالم تدرينا كل العالم تدرينا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن عندنا من الذي نعرفه أن للشهيد حلة يلبسها يم الله لو سقطت منها واحدة لعنالت السماوات والأرض. الثانية أرواح الشهداء في حواصل طيور حر تأوي تحت العرش يزودها
زرعية حرية. الإسلام إن نفوسنا وتهان في بيتها ويسحل أبوها أمامها. المظلومين وإلا فنحن لها بالمرصاد. واسمعوا إخوة الإسلام، إن الله عز وجل أجاز لنا إذا اعتدي علينا بما نفعل، قال جل في علاه: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لا نجيب بكل طوائفهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. ما زالت حاله الاعتصامات والمظاهرات والجمع الموحده في محافظه صلاح الدين في مدينه تكريت الباسله قائمه، والغضب عالي جدا في هذه المدينه. اجتمع شيوخ عشائر هذه المدينه وثوارها وشبابها وقرروا الدفاع عن هذه المدينه في حاله قدوم اي قوات قادمه من خارج هذه المدينة أو المحافظة والدخول إليها. كذلك قرروا التصدي إلى أي قوة تتعاون معهم، وأمهلوا قوات الجيش وما تسمى بقوات سوات الخروج إلى حدود المحافظة الخارجية لحماية المحافظة من الخارج، وأمهلوهم مدة 24 ساعة. فإن لم ينفذوا ذلك فسيكونون هدفا لثوار العشائر في هذه المحافظة الباسلة، لأنهم إلى حد هذه اللحظة هم متعاونون مع القوات التي تأتي من بغداد، يفرضون حظرا للتجوال من أجل أن تمر هذه القوات إلى المناطق الأخرى. كذلك قرر الثوار والعشائر في هذه المحافظة إلى كسر أي حظر تجوال يصدر من الحكومة المحلية التابعة لحكومة المالكي العميلة. كذلك قرر أبناء وثوار قبيلة الإدليم في هذه المحافظة الباسلة، وأنا واحد منهم، التبرؤ من العميل المدعو وزير الدفاع سعدون، ولا يحق له من هذه اللحظة أن يحمل لقب الدليمي أبدا، وما هو إلا كلب من كلاب هذه الحكومة المالكة، هذه الحكومة العميلة، وهو كلب من كلاب المالكي. إما أن يرجع عن رشده ويستقيل من هذه الحكومة ويجند الجيش للدفاع عن المحافظات الثائرة، وإما فإننا براء منه إلى يوم القيامة. والله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يطالب المتظاهرين ويطالب اللجان المشتركة تطالب بالتبرئة من كل قبائل الدليم، التبرئة من سعدون الدليمي، لأنه لم يكن وفيا لأبناء شعبه ولأبناء عشيرته ولأبناء جدته، بل هو الذي أعطى القرارات لسحق المتظاهرين في الحويجة. ومطالبنا أيضا محاكمة المقصرين من رئيس الوزراء إلى سعدون الدليمي الذي يدعي وزير الدفاع، وإلى قائد العمليات، وإلى كل من قام ونفذ الاغتيال بحق المتظاهرين العزل الأبرياء الذين لم يطالبوا إلا بحقوق مشروعة لأبناء هذا الشعب من شماله إلى جنوبه. مطالبنا أيضا عدم دخول الجيش في مصادمات مع كل ساحات العزة والكرامة. مظاهراتنا سلمية وتبقى سلمية، لكن من يرفع السلاح بوجهنا ما علينا إلا أن نرد عليه، وكما قال تعالى: ما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ونطالب الحكومة بأن تتصرف بعقلانية، لا أن تتصرف بجنون وتحارب هذا الشعب وكأنه عدو لها. لا تستجيب إلى مطالب إيران وأمريكا وتترك شعبها في ساحات العزة والكرامة ينادي ويصرخ ثم تقتله بدم بارد. نريد من الحكومة أن تتصرف مع أبناء شعبها، وهم أبنائها، وهم الذين أقعدوها على هذه الكراسي. ونريد منهم أن يكونوا حكومة عقلانية حكيمة، لا حكومة ميليشيات وحكومة طائفية بقيتة إلى حد النخاع. وأخيرا نريد من أبناء شعبنا ونريد من العقلاء أن يقفوا موقفا واحد، وأن يقفوا من الشمال إلى الجنوب ضد كل من يريد أن يفرق هذا البلد ويمزق شمله ويشتته ويقتله بدم بارد.